ازاي اخلي ألمي هو مصدر طاقتي، هو اللي بيحولني لآلة عايزة تحقق الأهداف؟ الألم معناه إنك بدأت تنزل في معركة الحياة الحقيقية. في بداية ما أنا جيت الدنيا أمي كانت بتتألم جدا في ولادتي. الألم هو نمو، الألم هو النار اللي ممكن تدفيك وممكن تحرقك. الألم هو المنبه اللي بيقولك في مشكلة هنا، لو تجاهلتها هيدمر لك حاجات كتير قوي وهتتنازل عن حاجات كتير جدا. ازاي احوله؟ يعني إزاي استثمره؟ أفضل وأغلى مكونات استثمارية بمنك بتتكلم في الاستثمار هو الذهب. والذهب عشان أكونه ويكون خالص بصره في درجة حرارة عالية جدا. الألم والضغوط بيقولوها استثمار الألم. انت خذلتني، ضايقتني، انا اتألمت من شيء شفته في حياتي. اخد من الألم ده منبه عشان لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. والألم هو معناها تجربة وتطبيق، يعني لما بنجو من هذا الألم انا نبهني ان في هنا مشكلة، فدي بداية حل اي أزمة ممكن تبقى موجودة في حياتي. استثماري للألم يعني ايه؟ حد خذلني، متضايق، مخنوق، زعلان، اطلع طاقة الألم دي بانتقام في تطوير نفسي.